ملك القدس وامبراطور الحمامات بالجزيره العربيه، رسول الانسانيه محمد عليه الصلاه والسلام. طبعا مبدئيا طبعا هو الموضوع يعني في باب واسع للتهريج والكوميديا، وفي لقطات الحياه تموت من الضحك. وهو عامه احنا مثلا لو خدنا شخصيه زي محمد وشخصيه زي المسيح، نلاقي مثلا ايه، محمد حياته مليئه بالاكشن. في يعني انا لو مخرج سينما وعايز اخرج فيلم، اخرج عن محمد مش عن المسيح. لان محمد فيه اكشن، دايما فيه اكشن، فيه سكس، اثاره، مرح، سلب، نهب، قتل، فيه اكشن، دراما، تعمل دراما الكلام ده. اللي هي المسيح بضان قوي، يعني عيل بضان، تحس عيل بضان ابن امه، وكتيان كده وبتاع، احب اعدائكم واما عايز فوق الجبل وبتاع. في الاخر وقع في ايد واحد ابن دين وسخه ما بيرحمش، العقيد بيلاطس ناك ثلاثه تاني اللي خلاه في دين امه. وكل يعني اكبر انجاز عمله في حياته ان هو مات. يعني ما كلنا هنموت يعني، مش انجاز ضخم يعني. المهم ما فيش اكشن، تحس كده إن حياته يعني. وبعدين يعني ما لحقش يتهنى في شبابه، وقام بيلاطس كده خده على الحامي. ما يعني ايه، ما ادالوش فرصه حتى يعمل اي فيلم. فمحمد فيه اكشن، دايما حياته فيها اكشن. زي ما قلت كده، جنسي، اثاره، مرح، لعب، جد، حب، سلب، نهب، قطع طرق. في حاجات تتكلم عليها. فمحمد فعلا شخصيه مثيره، مثيره بجد يعني. طبعا الكوميديا يعني، ما انا مش هي الموضوع سخريه واستهزاء يعني عافيه. لكن مثلا لما واحد زي في شيخ بقى داعيه اللي هو ايه، بيطلع الامام بيشع من وجهه بتاع الطاقه وبتاع، اسمه محمود المصري، اللي هو ايه، بيتكلم عن القوه الجنسيه لمحمد. يقول لك القوه الجنسيه لمحمد ب 40 رجل، ومش اي رجل بقى مثلا زي الايه الفواتير اللي زي حالاتي بتاع، لا ده رجل ايه، من رجال اهل الجنه. ورجل من اهل الجنه، الرجل واحد ب 100 من عينتي. فانا ايه، عشان نعرف القوه الجنسيه لمحمد، معادله بسيطه. القوة الجنسية لمحمد تساوي 40 في 100 تساوي 4000. معادلة بسيطة جدا. بس 4000 ايه، ما حدش عارف. جول بقى، نيوتن، ما حدش عارف ايه القوة دي يعني، ايه وحدتها. هل في الطول مثلا؟ يعني هو لو كان مثلا مسألة طول 4000 رجل، ده يعني اللي هو مثلا هيلف بتاعه بقى على كابل كهرباء. معلش يعني ايه، حبيت اهرج شويه وبتاع يعني فعلا تخيل منظر كده، لافف بتاعه على كابل كهرباء، وهو راكب فوق الكابل بقى البكره ديت. يبقى هو قاعد في الجزيرة العربية بيعمل حمامة في الهند. يعني ايه اللي هو ايه، يعني الحمامات عن بعد زي التفجير عن بعد كده. يعني حاجة يعني ايه قوته يعني. ان هو مثلا يقول لك مش عارف كانوا يجامع النساء وتسع من النساء في ساعة من الليل او النهار. طب انا عايزك تديني عقل. هل طبعا في ناس، انا فاكر عارف ان في ناس هيكة جدا وهتقول لك ما انا ممكن اكسر، انا ممكن اقوم بكتيبة نسوان وبتاع واعمل واسوي. ما كانش عايز ان انا هجص ونتكلم كتير في حاجه، وهي اساسا لا تعني شيء انك انت هتنام عن الكره الارضيه. لا يعني اي شيء بالنسبه لرجولتك يعني، مش شيء جيد يعني. بس هل فعلا في انسان عقله في راسه كده ممكن ينام مع تسع نسوان في يوم واحد؟ هل يعني واخد معبي الدنيا بتاخد فياجرا في الوريد، موضعي بتاخد هنها لك موضعي، وعامل كل البلاوي السوداء، وضارب لك احلى جوينت بانج، وعامل واكل احلى اكل. هل تقدر انك انت تقوم تسع نسوان في ليله واحده يعني؟ لما تتكلم عن القدره، يعني معروف ان الراجل بقى من الاخر على صريح العباره كده، الراجل بيعمل حمامه بالكون. اقعد لنا في حته ناشفه يعني، اللي هو بقى لو عايز يقول لي حته ضريني، عايز يخش الانعاش. وده مش حاجه غلط، ده فيسيولوجي، ده شيء طبيعي جدا. لان الراجل بعد ما بيوصل الاورجازم بينزل على جدور رقبته على الزيرو، اللي هو في حاجه كده اسمها ايه، الريفراكتوري بيريود، اللي هو محتاج هذه المده. بيقعد مده كده مالوش يعني ايه، بتنقطع علاقته بالجنس الاخر تماما، ما ينفعش معاه اي حاجه الا ان هو ايه، يمضي وقت يمضي وقت معين كده، وبعدين ممكن يسترجع بقى ايه، حيويته من جديد. انما ما فيش واحد اللي هو ايه، يلا خش وهات ديت يعني في كده. هل في كده فعلا؟ ما اعرفش يعني. ولو فرضنا ان في واحد كده يعني، ده يبقى سعران يعني. مش فاهم ايه وهل دي متعه ان انا اقعد انط على تسع نسوان؟ هل دي ممتعه يعني؟ ما خلاص، ما واحده كفايه، امراه واحده تكفي فعلا يعني. اعمل لك حمام وتكوم يا اخي. انما كده يعني بهذا الشكل، ما اعرفش الحقيقه. انا عايزك تقعد كانسان مسلم بجد، تقعد تفكر فيها يعني، ليه هو بيعمل كده؟ وايه اهميه انا مثلا راجل جاي يتمم مكارم الاخلاق ومش عارف اخر الانبياء ايه اهميه ان انا اعرف هذا الكلام، او ان يتم الرغي في هذا الكلام اساسا؟
ما اعرف.